تخيل انك تمشي في امان الله وفجأة كوتشيك يختفي من غير ما تفهم ازاي. مش سرقة عادية ومش حكاية سهلة، ده عالم كامل بيبدأ من تحت رجلك. مغامرة غريبة، شخصيات غير متوقعة، وأسرارها تشدك من أول ثانية لآخر لقطة. لو فاكر إن ده فيلم عن أحذية يبقى استنى وشوف الحكاية للنهاية. وبيبدأ فيلمنا بولد اسمه إدسون، وبنشوفه راكب العربية مع مامته وبيتصفح مجلة وبيتفرج على إعلان لحذاء رياضي مميز واللي بيطلقوا عليه اسم الكامي 24. بس مامته بتسوق العربية بجنون وشكلهم رايحين مشوار مهم، وأول ما بيوصلوا بتنزله مامته بتسيبه عشان تركن العربية. وهنا بنكتشف إن إدسون لاعب كرة سلة ورايح يحضر معرض كبير، والمعرض ده هيكون فيه سحب قرعة على كوتش رياضي نادر. الشباب كلها بتتمنى تلمحه حتى من بعيد. وهناك بيقابل فانيسا، بنت جميلة جدا، ومن أول ثانية السنارة بتغمز من غير مقدمات. بس طبعا لأن إدسون لازم يبان قدامها جامد، وبيحاول يلفت نظرها بأنه بيستعرض مهاراته في لعب السلة، لكنه بيتوتر وبيتزحلق وبيقع على الأرض والكوتش بتاعه بيتبهدل قدامها. يا دي الكسوف. المهم بيبدأوا يتكلموا عن الأحذية الغالية والإصدارات المحدودة، وبتحكي له فانيسا عن سحب القرعة وإنه هيتم اختيار رقم تذكرة عشوائي وصاحبها هيكسب الحذاء الكامي 24، لكن سعر التذكرة بيكون $100، وده طبعا مبلغ كبير. ولما بتعرف إن إدسون عضو في نادي شباب السلة فبتقوله إن النهاردة يوم سعدك، وبتديله تذكرة سحب مجانية مخصصة لأعضاء نادي شباب السلة. يا السلام على الدعم النفسي اللي بيجي في وقته. وأثناء ما إدسون وفانيسا بيتكلموا بيوصل واحد من جامع التحف المشهورين. الراجل ده اسمه الكالكوليتر أو جامع الأحذية، وبنكتشف إن عنده تشكيلة أحذية من كل حتة في العالم ومهووس بيهم حرفيا. يعني لو الكوتش عطس احتمال يكتب له بوست على الفيس، ومن غير تفكير بيشتري 200 تذكرة كأنه بيشتري الأمل بالجملة. وساعتها بيحس إدسون بالإحباط وبيقول أنا هعمل إيه قدام واحد غني زي ده؟ فرصتي في الفوز بقت ضعيفة. تفائل خير يا أخويا إن شاء الله. المهم بيبدأ الحدث وبتتجمع الناس وبيكونوا متحمسين جدا عشان يعرفوا مين سعيد الحظ. وفجأة بنكتشف المفاجأة اللي لو حد قالها لك بره الفيلم هتقوله روح اتعالج. الأحذية طلعت بتتكلم وبتعلق على اللي بيحصل حواليها. هو ده اللي كان ناقص فعلا. وقتها بنعرف ان ماكسين فردة من الكوتشي اللي عليه السحب، متحمسة جدا لانها اخيرا هتتلبس وتتشاف في الشارع. بس الفردة التانية تاي رافض الفكرة خالص وبيقول احنا مش معمولين للمشي، احنا قطع فنية تتعرض في فاترينات. يعني واحدة عايزة تعيش والتاني عايز يتلمع. وفي وسط الحماس بيظهر الكوتشي اللي الكل جاي علشانه، وبيبدأ السحب على أرقام التذاكر والكالكوليتور واثق إنه كسبان. بس المفاجأة بقى إن اللي بيفوز في الآخر هو إدسون، وبيطلع على المنصة وبيستلم الكوتشي وسط تصفيق الكل، والكالكوليتور بيغلي ويقطع التذاكر وبيمشي وهو متضايق. وده النوع اللي ما بيقولش مبروك، ده بيقول هشوفك بره. وبعدها بنشوف إدسون ماشي مع مامته وهو طاير من الفرحة، وفجأة بيظهر الكالكوليتور وبيقوله أنا شارب أي تمن. بس إدسون بيرفض وبيقول ده مش أي كوتشي، ده حلم اللي جه بالحظ، واللي بيجي بالساهل ما بيتباعش بالساهل. وجهة نظر برضه. وبيسمع ماكسين الكلام من جوه العلبة وبيفرح وبيقول أخيرا حد هيقدرنا. إنما تاي بيتمنى لو الكالكوليتر خدهم، لأنه في دماغه إن الكوتشي ده مش للمشي، ده للتحنيط. وبيفضل الكالكوليتر يحاول بكل الطرق ياخد الكوتشي لحد ما مامة إدسون بتتدخل وبتقوله ابعد يا حبيبي، وبيركبوا العربية وبيمشوا. بس نظرة الكالكوليتر بتقولك الموضوع لسه في أوله وشكله مش هيسيب الواد في حاله. وبمجرد ما إدسون بيوصل البيت بيلبس الكوتشي ويجربه وبيبقى مبسوط جدا، بس من كتر الفرحة بيخدشه من غير قصد، فبيخلعه بسرعة وبيحطه على الرف بحذر، لدرجة إنه بيعتذر له يا جماعة ده كوتشي ولا طقم نيش ده ولا إيه. وساعتها تاي بيقرف وبيقول ازاي رجل بني آدم دخلت جوايا. وعلى العكس ماكسين مبسوطة أخيرا اتلبست بجد. وانا بصراحة مع تاي، ريحة الشراب تقتل الطموح يا جماعة. وبيقرر تاي يهرب لانه شايف نهايته هيتبهدل ويتقطع، وفي الاخر هيتباع خردة. لكن ميكسين بتحاول تمنعه وبتقوله احنا اتخلقنا عشان نتلبس، لكن تاي بيقول لها انا اتخلقت تحفة فنية. وفي اللحظة دي بيظهر كلب الكالكوليتور فجأة وبيدخل من الشباك، وبعده على طول بيدخل الكالكوليتور بنفسه وبيسرق الكوتشي بهدوء من غير ما حد يحس، وبيحطه في صندوق وبيركب الموتوسيكل وبينطلق. مش قلتلكم انه مش ناوي يجيبها البر. وبيدخل إدسون اوضته وبيكتشف ان الكوتشي اختفى. وبعدها بنشوف تاي طاير من الفرحة اخيرا اتحررت. لكن ماكسين بترفض تستسلم وبتفتح الصندوق من جوه وبتقول إدسون كان ناوي يلبسنا في ماتش السلة اللي جاي، ده حلمه. وبيرد تاي ببرود خلاص مش راجع.
وبيبدأوا بقى يتخانقوا، وبيحاول تاي يرمي ماكسن بره الصندوق، بس الرباط بيتشبك وبيتعلقوا ورا الموتوسيكل زي العيال اللي متشعبطة في ميكروباص، وبسبب السرعة بيطير تاي وبيتعلق فوق سلك كهرباء في الشارع. أما ماكسن بتقدر ترجع للصندوق تاني، وبعدها بيوصل الكالكوليتر لشقة وبيدخل أوضة مليانة شاشات وصور أحذية نادرة، وكأننا دخلنا متحف هوس. وبيظهر على الشاشة الرئيسية شخص لابس قناع غريب اسمه فورجر، ومن أول كلامه بنفهم إنه شخص شرير بيقلد الكوتشيات النادرة، وبيفتح الصندوق عشان يوري فورجر الكنز، لكنه بيتصدم لما بيلاقي فردة واحدة بس في الصندوق. فبيحاول يلم الموضوع وبيقوله هوريك الفردة التانية أول ما تجيب اللي اتفقنا عليه. وساعتها بيهدده وبيقوله إنه هينشر الفيديو المحرج قدام الناس. وبنكتشف وقتها إن الكالكوليتر كان زمان لاعب باسكت بول موهوب، بس اعتزل بعد فشل تسديدة مصيرية، ولسه الإحباط مأثر عليه. فبيوعده الكالكوليتر إنه هيوريله الفردة التانية في أقرب وقت، وبينهي المكالمة. واضح إن الكالكوليتر ده وراه حكاية كبيرة. بنرجع بقى لتاي وهو متعلق في السلك وبيصرخ وبيقول ده أكيد حلم، وبيلاقي أحذية تانية متعلقة حواليه بتواسيه وبتقوله إنه هيتعود. فبيقول لهم أنا مش هتعود على الإهانة دي. ووقتها بيشوفوا كوتشي من تحت اسمه جي بي، وبينبهر لما بيشوفوا لمعة تاي، فبينادي عليه وبيطلب منه ينط وهو هيمسكه. ووقتها بيتردد تاي وبيقول لجي بي وعد، فبيقول له جي بي وعد، وفعلا بينط تاي، لكن جي بي بيخذله وبيسيبه يقع على الأرض. أما جزمة بصحيح. وبعدها بيحكي له تاي وبيقول له إنه تايه وعايز يوصل لمكان شخص اسمه ذا كالكوليتر لأنه خطف أخته ماكسن. فبيوافق جي بي يساعده، بس بشرط يديله جوهرة من اللي تاي متزين بيهم، عشان صحيح مفيش حاجة ببلاش. وفجأة بيدوس تاي على حجر حاد وبيفضل يصرخ من الألم، وبيشده جي بي وبيقول له لا اجمد شوية يا بطل، الطريق لسه قدامنا طويل واحتمال نقابل من ده كتير. وبعدها بيروحوا ينطوا جوه شنطة شخص رايح عند ملعب السلة، وبيبدأوا الرحلة عشان يقابلوا الكوتشي الملك اللي عارف أخبار الشارع، وهيقول لهم على طريق يوصلهم بالكالكوليتر. وفي نفس الوقت بتدخل ماكسن لغرفة تجميع الأحذية وبتحاول تهرب، لكنها بتلاقي نفسها محبوسة وسط كوتشيات أسطورية قديمة شايفين المكان جنة. وساعتها بيقولوا لها ايس ووايز ما تحاوليش لأن الباب مقفول كويس ومش هتقدري تخرجي منه. وبيستغربوا وبيسألوها هي ليه عايزة تخرج أصلا، وبيقولوا لها إن المكان هنا جميل ومريح وهما مش مضطرين يعملوا حاجة. لكن الكلام ده مش بيعجب ماكسن، وبتقول لهم إنها عايزة ترجع لإدسون وتساعده في تحقيق حلمه والفوز بالبطولة. لكن ايس ووايز بيقولوا لها احمدي ربنا إن ذا كالكوليتر بيعاملك كويس أصلا، وده لأنها فردة واحدة بس وأخوها تايه. وبيعرفوها إن المفقودين في الغالب بيترموا في الرف. ووقتها بيتدخل كوتشي تاني وبيشاور لها على كوتشي وحيد اسمه سبايك محطوط جوه صندوق مكسور في الركن البعيد الهادي. وبيعرفها ان سبايك كان اول كوتشي بيحب الكالكوليتر اصلا، خلي بالكم من الكوتشي ده كويس عشان هنحتاجه بعدين. المهم بيكمل الكوتشي كلامه وبيقول لماكسن انه مفيش غير طريق واحد بس عشان تخرجي من هنا، وهو فتحة القمامة. الحكاية كده شكلها تحلو. وبنرجع تاني لتاي وجي بي اللي بيخرجوا من شنطة اللاعب وبيوصلوا أخيرا للكوتشي الملك، واللي بيقول لهم هساعدكم، بس الأول ماتش باسكت بول على السريع ضد شوية كوتشيات جامدين، يعني حتى وانت جزمة لازم تثبت نفسك. وقتها بنكتشف ان تاي مش فاهم باسكت بول خالص، لكنه بيفهم قواعد اللعبة بسرعة وبينزل يسجل جون ويكسب. وبعدها كوتشي الملك بيقول لهم معلوماتي محدودة عن ذا كالكوليتر، والوحيدة اللي ممكن تكون عارفة مكانه هي أدريانا، وده لأنها تعتبر ملكة الهاي هيلز، وإن حذاء أنيق زيها أكيد هتبقى عارفة مكان ذا كالكوليتر. وبعدين في الحيرة دي أما صحيح شوية جزم. المهم وقتها بنكتشف إن أدريانا الإكس بتاعت جي بي، وسابته لأنه حذاء قديم ومش من مستواها، وعلى رأي المثل يعني الكوتشيات مقامات. ووقتها بيطلب جي بي من تاي جوهرة لزوم الشياكة، وفعلا بيديله تاي جوهرة من غير تفكير. وبعدها بيطلب جي بي توصيل على السريع، وفي لحظة بيوصل ريس وريك كوتشيين راكبين سكيت بورد، وبياخدوا تاي وجي بي وبينطلقوا في مغامرة مثيرة وسط العربيات في الشارع، وبتهاجمهم مجموعة من الفيران. وساعتها بيترعب تاي جدا، لكنهم بيقدروا يهربوا منهم. سبحان مغير الأحوال، تاي اللي بيكره الحاجات المقرفة والشارع بيلاقي نفسه بيعيش مغامرة جديدة وسط الشارع. وأخته ماكسن اللي بتعشق حياة الشارع محبوسة في مكان شيك وفاخر ومش قادرة تتحرك بحرية. المهم بنرجع للمسكين إدسون، واللي بيكون واضح إنه زهقان ومحبط وحاسس إنه مش هيقدر يكسب البطولة، وده لأنه خسر أغلى كوتشي عنده. وبتحاول مامته إنها تهون عليه، وبتقوله إنهم ممكن يشتروا كوتشي جديد.
وإنه شاطر ويقدر يكسب حتى لو لابس كوتشي باتا. فبيقول لها إدسون إن كوتشي اللي اتسرق مش هيقدر يعوضه، وبكده تبقى الدنيا اتكعبلت خالص. تاي في الشارع بيتبهدل ويتعلم، وماكسن محبوسة في مكان فاخر، وإدسون شايل طاجن ست وقاعد مستني الفرج. وبنرجع تاني لتاي وجي بي اللي أخيرا بيوصلوا لمكان أدريانا، وبيقدروا يتسللوا ويركبوا ترول التورته عشان يدخلوا الحفلة ويقابلوا أدريانا. وبنروح بعدها لماكسن اللي بتحاول تخرج عن طريق فتحة القمامة، لكنها مش بتقدر تفتح الباب لوحدها. فبيقول لها كوتشي إنها لازم تلاقي حد يساعدها، وبتروح لسبايك وبتحكي له عن اللي حصل لها هي وأخوها تاي، وبتطلب منه يساعدها لكنه بيرفض وبيقول لها إنه مش هيقدر. جبتك يا سبايك تعني، لقيتك يا كوتشي جبان. المهم بنكمل مع تاي وجي بي اللي بينجحوا انهم يدخلوا الحفلة، وبيروح جي بي يكلم أدريانا وبيعتذر لها عن اللي حصل بينهم زمان. وبتفضل أدريانا تتريق عليه شوية وتطلع عقدها القديمة، بس أول ما بتشوف الجوهرة بتبصله بنظرة مختلفة وبتقوله واضح إنك اتغيرت، وبتاخده من إيده وبيرقصوا سوا. وفي نفس الوقت بيتعرف تاي على ريد وبتاخده هي كمان وبيرقصوا سوا. أما أدريانا فمش بتصدق جي بي لما بيحاول يقنعها إنه بيساعد تاي عشان يلاقي أخته، وبتبصله بنظرة شك وبتقوله أنت كذاب، أنت ما بتعملش حاجة غير لما يكون وراها مصلحة. وساعتها بيعترف جي بي وبيقول لها إنه بيساعده بس مقابل شوية جواهر. وبترد أدريانا وبتقوله إنها ما تعرفش أي حاجة عن ذا كالكوليتر ده. وفي الأثناء دي بنشوف ذا كالكوليتر وهو بيدور على تاي على الخرايط، وبيتابعه كمان من كاميرات المراقبة في الأماكن العامة، ولحد ما بيلم الخيوط كلها وبيقدر يحدد مكانه. وبالفعل بيوصل لمكان الفندق اللي فيه تاي، لكن الأمن بيمنعه من الدخول، لكنه بينجح إنه يسرب الكلب بتاعه جوه الحفلة. واللي بيوصل لمكان تاي وجي بي وبيحاول يمسك تاي، بس تاي بيستخبى في ثانية وبيجري هو وجي بي، والكلب بيجري وراهم وبيفضل يطاردهم زي أفلام الأكشن. لكن جي بي وتاي بيقدروا يوقعوا التورتة على دماغ الكلب وبيهربوا من الباب الخلفي، والتورتة بتبقى الضحية الوحيدة في الليلة دي. وبيصفر جي بي لريس وريك اللي بييجوا ياخدوهم على السكيت بورد وبيهربوا بعيد عن الفندق. وبعدها بيطلعوا فوق سطح باص وبيلفوا المدينة، ووقتها بينبهر تاي لأنه أول مرة يشوف الناس والشوارع من غير توتر وقلق. وبيقرب تاي من جي بي وبيبقوا أصحاب بجد. ومن ناحية تانية بيرجع ذا كالكوليتر لمقره وبيوصي كلبه يحرس الفردة التانية كويس عشان ما تفكرش حتى في الهروب. وبيدخل يطمن على ماكسن وبيطلع، وقبل ما يقفل الباب وراه بتقدر ماكسن إنها تستغل الفرصة وتهرب من الأوضة. ووقتها بيكون الكلب نايم من التورتة اللي أكلها ومش بياخد باله. وبيروح ذا كالكوليتر يكلم فورجر فيديو كول وبيقوله إنه فقد الفردة التانية وبيطلب منه مهلة بس. فورجر معجبهوش الكلام ده وبيتعصب وبيقرر يستولى على مجموعته المتميزة من الأحذية وكأنها غنيمة حرب مش كوتشيهات. وبالفعل بيغير الموكلت كلمة المرور بتاعة الأوضة اللي مخزن فيها الأحذية، وبيهدده بيقوله إنه قدامه أقل من 24 ساعة، ولو ما جابش الحذاء المميز هيحرق كل مجموعته المميزة من غير نقاش. في الوقت ده بنكتشف إن ماكسن بتسمع كل الكلام ده وبتجري تحذر باقي الأحذية، وبتقول لهم إن المكان ما بقاش آمن، وبتطلب منهم يساعدوها يطلعوا من فتحة إخراج القمامة قبل ما النار تخلص على الكل. ووقتها بيترعب كل الكوتشيات. وفي نفس الوقت بيقرب جي بي وتاي من المكان اللي فيه مقر ذا كالكوليتر، ووقتها بيقرر جي بي يعترف لتاي بالحقيقة وبيقول له انه في البداية ما كانش ناوي يساعده وكان بيضحك عليه بس علشان ياخد الجواهر. وساعتها بيتكسر تاي من جوه وبيبصله بوجع وبيقول له انه مخادع وانه اللي اتبنى بينهم كان كذبة. وبيحاول جي بي يلحق نفسه وبيقول له انه دلوقتي مختلف وانه عايز يساعده بجد، بس تاي بيهز راسه وبيكون خلاص فقد الثقة ومش بيصدق ولا حرف. وبيكمل تاي طريقه من غير ما يبص وراه وكأن الاعتراف جه متأخر، والثقة لما بتتكسر ما بترجعش. وبيدخل لشنطة ولد داخل لصالة البولينج، وجوه الصالة بيقابل ريد وبيطلب منها تساعده وكأنها آخر خيط أمل في السكة دي. وفي اللحظة دي بيظهر ولد اسمه ماكس وبيعجبه شكل تاي وبيطلع الموبايل وبيصوره كأنه لقى كنز نادر وبيعرضه على النت. ومن غير ما تاي يحس بيقدر ذا كالكوليتر يحدد مكانه، وبيكلم ماكس وبيعمل معاه صفقة فردة الحذاء قصاد انه يختار اي كوتشي من مجموعته النادرة وتتحول صورة بريئة لخيانة. وفي نفس الوقت بيقابل جي بي صاحب قديم ليه وبيفاجئه بالحقيقة التقيلة وبيعرفه ان فورجر عمل منه نسخة، وبعد ما خلص النسخة قرر يخلص عليه هو نفسه وبيقطعه نصين بالمنشار عشان النسخة المزورة تنتشر وما يفضلش الأصل موجود. وده كله ليه؟ عشان كان حذاء فردة واحدة ملوش بديل والأصل وجوده خطر على أي نسخة. وساعتها بيبدأ القلق ياكل في جي بي وبيستوعب ان تاي ماشي على نفس السكة وان فورجر أول ما يعمل منه نسخة هيمسح الأصل من الوجود.
من غير رحمة، وعشان كده بيجري جي بي بكل سرعته عشان ينقذ صاحبه، وبيقدر يوصل لمكان تاي في آخر لحظة. وفي نفس الوقت بيقدر إيز إنه يفتح باب الأوضة ويخرج هو وماكسن ويعدوا من الكلب اللي لسه نايم. وبعدها بتطلب ماكسن من إيز إنه يبعت رسالة لإدسون، وفعلا بتوصل الرسالة لإدسون، وكمان بتقدر تحدد مكان تاي وتشوف اللي حصل. بس فجأة بيصحى الكلب وبيبدأ يطاردهم، وساعتها ما بيلاقوش حل غير إنهم يرجعوا يدخلوا غرفة تجميع الأحذية من تاني، كأن المصيدة قفلت عليهم. أما تاي وجي بي فبيدخلوا جوه أوضة ماكس، وساعتها بيتقابل ماكس مع ذا كالكوليتر عشان يكملوا الصفقة. وساعتها بيحس جي بي إن الخطر قرب، وبيقول لتاي ينزل فورا من الشنطة، لأن ذا كالكوليتر ناوي يسلمه لفورجر، واللي أول ما يعمل منه نسخة هيقضي عليه من غير تردد. وفي البداية تاي مش بيصدق الكلام وبيفتكره تهويل وخوف زيادة، بس جي بي ما بيستناش وبيستخدم القوة وبينزله بالعافية. وللأسف ما بيقدرش ينزل معاه، وبيكمل الطريق غصب عنه مع ذا كالكوليتر. وفي اللحظة اللي تاي بيبقى فيها لوحده وبيقابل وايت، واللي بيقعد يحكي له حكاية جي بي، وهنا بتيجي المفاجأة التقيلة، وبنعرف ان جي بي ما كانش اي كوتش عادي، ده كان اول حذاء لبسه لاعب سلة اسطوري قديم اسمه ايزاك. لكن في وسط المباراة بيتزحلق اللاعب وبيقع قدام الجمهور كله، وبيبقى منظره محرج لدرجة ان الصالة كلها بتتقلب شتيمة وصفارات. وساعتها بيقرر اللاعب يضحي بجي بي ويرميه ويبطل يستخدمه، وكأنه السبب في السقوط ده كله. وهنا بنعرف الحقيقة التقيلة، وبيطلع ان اللاعب ده هو نفسه ذا كالكوليتر، واللي من اليوم ده اعتزل كرة السلة وما بقاش يلعب تاني بعد ما لحظة واحدة كسرت حلمه وسمعته قدام الناس. وبنعرف كمان ان ده نفس الفيديو اللي فورجر بيبتزوا بيه، وبيجبروا يجمع له الأحذية المميزة عشان هو يعمل منها نسخة مقلدة ويبيعها في السوق. وبعد اللي عرفه تاي بيقرر هو وباقي الأحذية ما يقفوش يتفرجوا، وبيقرروا ينقذوا جي بي، وفي نفس الوقت يساعدوا تاي يلاقي أخته. وفعلا بيقطعوا طريق طويل وخطير وبيحاربوا الفيران وبيهزموهم لحد ما بيوصلوا للمكان اللي فيه مقر ذا كالكوليتر استعدادا للمواجهة الأخيرة. وفي الأثناء دي بيتفاجئ ذا كالكوليتر بوجود الفورجر جوه المقر بتاعه، وماسك ماكسن في إيده وبيقدر يسيطر عليه ويربط ذا كالكوليتر وبياخد منه الشنطة. بس الصدمة الحقيقية بتيجي أول ما بيشوف جي بي، وبيسأل ذا كالكوليتر عن مكان الحذاء المميز. وساعتها بيثور ذا كالكوليتر وبيقول له إنه بسببه اضطر يدمر حياة ولد ويسرق الحذاء المميز، وإنه مش هيساعده تاني مهما حصل. وعشان كده بيقرر فورجر ينفذ تهديده وبيسرب الفيديو المحرج بتاع إيزاك، والناس كلها بتكتشف الحقيقة، لاعب السلة الفاشل هو نفسه ذا كالكوليتر. وفجأة بيهجم الكلب على الفورجر، وفي نفس اللحظة بيوصل تاي وبياخد جهاز التحكم في الجهاز بتاع الفورجر وبيقلبه ضده عشان يهاجمه، وبتتجمع الأحذية كلها وبيتلموا على الفورجر وبيضربوا فيه، وكأن الحساب جه دفعة واحدة. وبتحضن ماكسن أخوها تاي وبتفرح لأنها أخيرا قابلته بعد طول غياب. أما جي بي بيقابل سبايك شريكه الحقيقي والفردة التانية اللي رجعت بعد طول غياب. وفي نفس الوقت بيظهر إدسون على كاميرات المراقبة، بس مش بيعرف يدخل المبنى، وبيحس إن حلمه بيضيع وبيقرر يدور على حذاء تاني ويمشي. وبيحاول تاي وماكسن يهربوا من ممر القمامة، بس المرة دي الطريق بيقفل في وشهم. وهنا بيدخل إيزاك بنفسه وبيعتذر لكل الأحذية عن اللي عملوا فيهم، وبيقول لهم إنه مش هيبقى ذا كالكوليتر تاني، وإنه راجع إيزاك الطيب من جديد. وبيرجع الحذاء لإدسون وبيعتذر له، وبيفاجئ الكل إن بيشاركوا في المباراة. وفعلا بيحقق إدسون حلمه وبيكسب البطولة، وبيفضل الجمهور يهتف لإدسون وإيزاك سوا، وتوتا توتا خلصت الحدوتة. وفي النهاية إذا عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتعمل سبسكرايب لقناة موفي تونز وتفعل الجرس، وما تنساش لو بتحب الكرتون يبقى مكانك موفي تونز. والسلام.